معكم الحسين أبحش، المشرف العام لجمعية تماريس، الجمعية الشبابية الخاصة بالتكوينات. تأسست هذه تقريبا 6 سنوات، وفي آخر جمع عام تم تجديد الثقة في اسمين لولاية ثانية. إذا كما قلت حنا في هذه السنة كبداية الولاية الثانية ديال الجمعية ديالنا، بطبيعة الحال من الضروري أنه تكون عندنا استراتيجية جديدة للولاية الثانية. فكانت الاستراتيجية اللي خرج بها الجامع العام هو أنه غيكون التصور ديالنا هو امتداد طبيعة الحال للولاية الأولى، ولكن غيكون بأكثر احترافية، إذ أنه غيكون عندنا التركيز على لوكوتي المواطنة ولوكوتي ديال التكنولوجيا وصناعة المحتوى. ولكن أهم جانب اللي قررنا أننا نشتغلوا عليه هو المقاولة وريادة الأعمال. بالنسبه لاسوسياسيون تماريس، صحيح عندها 6 سنوات، دونك حنا كنهضروا على جمعيه فتيه، الا انه دائما ما كنسمعوا السؤال ديال انه بزاف ديال الناس مثلا ما كيكونوش سمعوا بالاسوسياسيون. السبب ربما مرتبط بشق اساسي، وهو ان الجمعيه اختارت ان تشتغل بمعزل عن باقي المحيط الجمعوي الذي استطيع ان اصفه انه يتسم بنوع من الكلاسيكيه مثلا، وبين هذاك المحيط فيه بزاف ديال التشابك وبزاف ديال التشابه، او ربما حتى بزاف ديال الشخصنه، بمعنى انه قائم على العلاقات الذاتيه الشخصيه اكثر ما هو قائم على توجه كل جمعيه كاستراتيجيه مثلا كتطمح انها ترسخها مثلا في التوجه ديالها. حنا شفنا ان التوجه ديالنا استثنائي ويتسم بالتجديد الذي ربما لا نراه في عده مؤسسات جمعويه. ربما هذا هو السبب، وربما كاين اسباب اخرى اللي ربما نقدروا نجهلوها حنا، ولكن انا اظن ان هذا هو السبب الحقيقي. بالنسبه لتماريس حاليا لم تستفيد ولو مره واحده من دعم، واخا يكون غير رمزي، لانه الى حدود السنه السادسه دابا كنشتغلوا بامكانياتنا الذاتيه، او ربما نطمح لدعم اللي هو غيكون بشكل اللي هو افضل، اللي غنطوروا به العمل ديالنا، لان كنشوف ان عملنا في الرؤيه الجديده طبيعه الحال ما غاديش نقولوا ما بغيناش دعم محلي، ولكن الدعم اللي نطمح له خصو يكون كبير ويلائم ويوازي الاستراتيجيه الجديده، وغيكون دعم كبير، وبالتالي لا يمكن ان نتوفر او نوفره زعما في امكانيات محليه او وطنيه. بالنسبه للاكراهات او ربما العراقيل او ربما الامور اللي صادفناها بشكل غير متوقع، ربما حتى واحد فينا لا يغفل الجائحه اللي كانت كبدايه بعدا سببت لنا واحد ما نقولوش صدمه، ولكن شيء غير متوقع، خصوصا انه جينا باستراتيجيه جديده، ظهور جديد، طاقم شبابي احترافي. لكن من بعد اكتشفنا انه كان مصدر قوه اللي خلاتنا نفهموا انه راه مستقبلا طبيعه الحال غيخرجوا لك اكراهات جانبيه من هذا الشكل. فالحمد لله بعجاله قدرنا نلقاو فلسفه جديده كتوال مع الظرفيه ديال الجائحه. الاكراهات الاخرى طبيعه الحال كما قلت لك جبنا استراتيجيه جديده في مدينه اللي مازال العمل الجمعوي وبكل صدق استطيع ان اقول انه يتسم بالكلاسيكيه، فبحال جبتي ثقافه جديده واحد المدينه اللي كيعتبروا كاع داكشي اللي كدير ماشي هو هذاك. فاحنا تقبلنا انه تكون هضره ذات الفعل، وكنامنوا بالمراكمه وبالمواكبه والاستمراريه وتجويد الحدث، لانه نؤمن انه مع الوقت الناس راه كتقبل اشياء جديده كما تقبلت شي حوايج من شحال هذه اللي كانوا كيعتبروها غريبه وماشي ديالنا، ولكن من بعد تقبلوها. سي لا ميم شوز في 6 سنين قدرنا انه نستقطبوا نسبه كبيره ديال الشباب في المدينه اللي ربما كيشوفوا العمل ديالنا تري بروفيسيونيل او لا يونيك او لا كيتوال مع الرؤيه الشبابيه الجديده ديال الولاد ديال المجتمع ديالنا. بالنسبه لرسالتي الاخيره، وحنا كنتحدثوا طبيعه الحال على المجال الجمعوي، فرسالتي لجميع الهيئات الجمعويه بحاضره ودن مدينه قلميم انهم يبنيوا ما يسمى بليدونتيتي اسوسياتيف ديالهم، حيث نكاد نفتقد الهويه الجمعويه عند التنظيمات اللي كنشوفوا. علاش؟ لانه كنشوفوا نفس الاعضاء، نفس المنخرطين، نفس الافراد تتكرر في جميع الجمعيات، وبالتالي ديما ولا زلت كنطرح السؤال هو علاش. فخص يعرفوا هاد الناس انهم فريمون كياديو العمل الجمعوي. الا كانوا كيظنوا انه العكس فراه العكس تماما، كياديو العمل الجمعوي. وما كرهناش ان كل جمعيه تكون عندها هويه ديالها، افراد ديالها، تصورات استراتيجيه، باش تكون واحد المنافسه شريفه جدا، ومنافسه من اجل التنميه ديال هذه المدينه، سواء في لو كوتي اسوسياتيف كولتوريل سوسيال اللي كان غادي تكون واحد لاكاليتي اللي زوينه، ونكونوا كنواكبوا الركب ديال المدن الرائده جمعويا. علاش لا غير اكادير قريبه لنا، تيزنيت نموذجا. والرساله الثانيه هو متى سيشرف الفاعل السياسي على اشراك
الفاعل الجمعوي في السياسة ديال المدينة. وشكرا.